بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا. تتجه أنظار جماهير نادي النصر وأنظار جماهير نادي الهلال خاصة وأنظار جماهير السعودية عامة إلى قضية النصر والعروبة في الثلاث نقاط والاحتجاج الذي قدمه نادي النصر على رافع الرويلي والذي كسبه العروبة في سابقا، ولكن نادي النصر قدم استئناف، وبالتالي فإن لجنة الانضباط ألغت القرار الأول وطالبت العروبة بالرد. ولكن محامي نادي العروبة يقول بأن موقف ناديه قوي جدا، وأن النصر ليس لديه إثباتات، وأنه مجرد كلام، أن العروبة سيكسب ثلاث نقاط الاستئناف كما كسبها في المرة الأولى. عامة تخيلوا لو أن النصر كسب 3 نقاط العروبة لكي يصبح 66 نقطة، وبالتالي يضيق الفارق النقطي بينه وبين الهلال إلى نقطتين. الهلال الذي يمتلك 68 نقطة، وبالتالي سيزيد الضغط على نادي الهلال في الحصول على الوصيف والمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية القادمة. فإن النصر بالتالي يسعى جاهدا لكسب الثلاث مباريات القادمة وانتظار تعثر من قبل نادي الهلال لكي ينقض على المركز الثاني. حاليا النصر إن بقي في نفس هذا المركز في حالة فوز الاتحاد على القادسية في بطولة الكأس، فإن النصر سيشارك في بطولة آسيا 2، وهي البطولة التي صرح خالد الشنيف وقال بأن هناك نادي سعودي كبير سينسحب من البطولة إذا ما كان في آسيا 2، لأن لديه لاعبين وأسماء كبيرة ولن يشارك في هذه البطولة لأنها تعتبر أصغر من هذا النادي. عامة لو كسب، وفي حال أن القادسية في بطولة الكأس كسب الاتحاد، فإن القادسية هو الذي سيشارك في آسيا 2. كل ذلك سنشاهده في الأيام القادمة، ولكن النصر بالفعل إن كسب نقاط العروبة فإنه يزيد الضغط على الهلال الذي لديه 3 مباريات قوية مع الفتح والوحدة ومع القادسية. كذلك مباريات نادي النصر ليست بالسهلة. كل هذا إن شاء الله سنشاهده في الجولات القادمة وفي الأيام القادمة. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليأتيكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.